يا جماعة في ناس كتير وأولهم أنا ابتدينا إن إحنا أساسياتنا تتهز شوية. أقصد إن إحنا نتهز يعني إن دي حاجة غلط، لا لسه الدنيا مشاغل، فإحنا نسينا اللي إحنا اتربينا عليه في المدارس أو في البيت. خلينا نفهم الأساس، ليه الأيام دي مهمة وإيه لازمتها؟ بتمر مرور الكرام كده علينا. باختصار شديد، آخر شهر في السنة الهجرية هو شهر ذي الحجة، نفس الشهر فيه يوم النحر اللي ربنا نجى فيه سيدنا إسماعيل عليه السلام. بعدني ما فهمت ليه بنصوم أول 9 أيام من ذي الحجة ونجمعهم باليوم الأخير يوم عرفة. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن خير أيام الدنيا هي في هذه الأيام، وصيام اليوم الواحد منها يعدل سنة. ومش كده وبس، خد الأوفر ده، آخر يوم فيها اللي هو يوم عرفة العاشر كفر لك ذنوب السنة اللي فاتت والسنة الجاية. تصير تستهبل على راسي وتعمل لي ذنوب في الدنيا والآخرة وتقول لي هصوم يوم عرفة هيكفر. احترم نفسك ها. ونتذكر إن الحج عرفة وأفضل دعاء هو يوم عرفة. احنا هنعمل كومبو لذيذ جدا من صيام أو صلاة أو دعاء، ونحط عليهم شوية بهارات من التهليل والتكبير والتحميد. طول فترة ال10 الأيام هنكون مركزين على كده.